هقول لك على كام طريقة حلوة كده تريح قلبك قوي وتحمي قلبك من أي مصايب أو أي مشاكل أو أي أمراض في رمضان، بالذات في الأيام المفترجة الجميلة اللي احنا فيها دي. وأنا هنا في ولاية قدح دار الأمان، اسمها كده، في ألور ستار في شمال ماليزيا، وتحديدا عند مسجد البخاري، المسجد الجميل الكبير اللي هناك ده. واللي قدام المسجد دي المقابر. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. بس مشكلة كبيرة قوي تخلي الواحد قلبه يتعب قوي. وعلى فكرة لو انت ليك حد بيحبك وبيخاف عليك، امك، ابوك، اخوك، زوجك، ابنك، احمد ربنا على النعمة دي، عشان دي نعمة كبيرة قوي ان يبقى ليك حد بيحبك وبيخاف عليك. بس في نفس الوقت عشان تحمي قلبك ما تحبوش قوي. حتى سيدنا جبريل قال للنبي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، هتيجي تفارقه في يوم من الأيام. حبيبنا الغالي، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فما تحطش في قلبك حاجة وتربط قلبك بيها قوي، إنك يوم ما تربط قلبك بحد هتتعب. وعشان كده رمضان وقت ربنا بيبعدك فيه عن حاجة حلال، عن شهوة حلال، شهوة الزوجة، شهوة الأكل، شهوة المية، عشان بعد كده لو في حاجة حرام وصعب عليك تبعد عنها يبقى أنت بعدت عن الحلال والحرام. درب قلبك بقى على الحتة الجميلة دي، ابعد عن أي حاجة تزعل ربنا، بالذات لو حرام. شوف قد إيه ربنا هيرضى عنك لما تعمل الحاجة دي. ابعد، وده الأهم، عن الحاجات اللي تأذيك. ابعد عن حد بيتكلم عليك بيضايقك، ابعد عن حد بيفكرك بطريقة وحشة أو بيكلمك بطريقة وحشة، ابعد عن حد بتحس معاه بطاقة سلبية، ابعد عن حد زي كده. وخليك دايما مقرب للناس اللي يكون كده بينهم وبين ربنا عمار. وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني خلي دايما اللي معاك أو اللي انت حبيبهم حواليك، والناس اللي حواليك خليهم هم اللي يذكروك بربنا، وساعتها هتلاقي بعدك عن الاكل بقى يفيدك. انتوا عارفين رمضان بيفيد قد ايه القلب؟ انك تصوم، انك تقعد شهور او ساعات طويله ما تاكلش، ده بيقلل الدهون الثلاثيه جدا، ده بيقلل مقاومه الانسولين جدا، ده بيقلل ضغط الدم جدا، ده بيقلل معدل الالتهاب اللي في الجسم جدا، حاجه اسمها الانفلاماتوري ماركرز. تقليل معدل الالتهاب مع تقليل مقاومه الانسولين مع تقليل الضغط وتقليل ضربات القلب وتقليل الدهون والكوليسترول، يعني بيعالج مرض مهم جدا، اساس كل الامراض، اسمه متلازمه الايض الغذائي او الميتابوليك سندروم. وده اللي بيخلي بقى الواحد يجيله جلطات في المخ وشلل نصفي، جلطات في القلب وازمه قلبيه. هو ده اللي بيظبط كل حاجه، وهو ده اللي بسببه ربنا جعله سبب ينظف لك جسمك شهر في السنه. فليه انت محسس نفسك ان الموضوع جوع وعطش؟ لا، ده ربنا بيطهر لك قلبك معنويا فتبقى مرتاح، ويطهر لك قلبك ماديا فتبعد عن الامراض وترتاح اكتر واكتر. اعمل حاجه زي كده واعرف قد ايه ربنا بيحبك، انه بعدك عن اي مشكله. ولما تكون في قضيه كبيره ولا مشكله كبيره ولا وجع دماغ كبير، قول يا رب ما حدش بيطلع من المشكله الا انت. قول له يا رب ما حدش بيغفر لي الذنب الا انت، اغفر الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا انت. دايما اعرف ان بينك وبين ربنا هو الحالة اللي هتخلي بينك وبين الناس كويس. طول ما بينك وبين ربنا علاقة طيبة ربنا هيحبب فيك الناس. جرب كده، انزل يوم وانت مش مصلي الفجر هتلاقي الدنيا كلها قفلت معاك. جرب انزل يوم وانت مصلي الفجر هتلاقي كل الناس حبتك والدنيا شكلها جميل والايام كلها بتعدي حلوة، الناس كلها بتحبك والدنيا كلها بتضحك في وشك والدنيا زي الفل والناس كلها مبسوطين منك وصباح الخير واهلا وسهلا. جرب كده، يعني خلي علاقتك مع ربنا مش تمام، ما تقولش الاذكار، ما تصليش، اعمل حاجه تزعل ربنا، هتلاقي الناس يعني بتكلمك بطريقه مش حلوه، هتلاقي الناس قرفانه منك، هتلاقي محبتك في قلوب الناس قلت. اعمل كده، خلي دايما بينك وبين ربنا علاقه طيبه، صلاه واذكار وعباده واستغفار. وعشان تخلص اي حاجه اتصل ب 222 الرقم المميز اللي انا بحبه، ركعتين الساعه 2 بدمعتين، لا اي مشكله في حياتك تخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. من جامعه البخاري او مدينه البخاري
ومسجد البخاري الجميل في ولاية قدح دار الأمان في شمال ماليزيا، والجو حر قوي عشان كده أنا هبطان وأنا بتكلم. وادعوا لي ربنا يعفو عني وييسر لي الخير ويوفقني لما يحب ويرضاه. ومعانا لسه حالات كتيرة من الناس اللي عيني عندهم. واحد بيكلمني بيقول لي أنا خدت قرض، كان معايا 30,000 وخدت قرض ب50,000، قلت أكبر المشروع. كنت عامل مشروع قماش وقعدت أسد، قلت أهو طب ما أنا بكسب أهو، بكسب وبسد، أمال بيقولوا القرض حرام ليه يعني؟ ما حصليش حاجة أهو. يقول لي بعدها وانا قاعد في يوم شميت ريحه شياط من الدكانه تحت البيت، نزلت لقيت القماش كله اتحرق وخسرت كل حاجه. وبعدها لقيتها بتتقفل في الولاد، والواد بيعيا، والثلاجه بتتحرق، والمش عارف العربيه بتتخبط، كل حاجه باظت. نفسي ادفع 5000 جنيه بس تساعدني ادفعهم. قلت له وقفت على كده؟ سبحانك يا رب. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هنحاول على قد ما نقدر إن احنا نرضي ربنا بقى وما نعملش حاجة حرام. واللي حابب يساعد حد من الناس الغارمين كتير في رمضان يقول لي وانا ابعت له ارقام حد فيهم ونساعدهم. وربنا يجزيكم الخير ويجزيني الخير ويكتب لي يا رب الاخلاص كما يحب ويرضى. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله.